السلام عليكم. خير بداية هي الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. في ليلة من ليالي صيف سنة 2009 في منطقة الجهراء بالكويت، حفل زفاف في المنطقة وكل الأهالي كانوا بيستعدوا ليه ومستنيين ليلة جميلة. بس اللي ما كانوش عاملين حسابه إن اللي هيحصل في الليلة دي وبالتحديد في الفرح اللي مستنيينه هيفضل كابوس عايش معاهم طول العمر. أهلا بيكم في قناة نبتدي الحكاية مع علي فتحي، ويلا بينا نصلي على النبي ونبتدي الحكاية. في يوم 15 أغسطس سنة 2009 في منطقة العيون بمحافظة الجهراء في الكويت، المنطقة في اليوم ده كانت بتستعد لحفل زفاف كبير للعريس واللي اسمه زايد والعروسة واللي اسمها أمينة، واتعمل خيمتين كبار للفرح، خيمة مخصصة للرجال وخيمة تانية مخصصة للنساء. وعلى الساعة 7:30 بالليل بدأت الخيم تتملي بالأهالي والمعازيم، وبالتحديد الخيمة المخصصة للنساء واللي كانت تقريبا مليانة نساء وأطفال وضيوف جايين من السعودية، والكل كان فرحان ومبسوط. بس للأسف إن على الساعة 8:15 الطوارئ بيجيلها اتصال من راجل عمال يصرخ ويستنجد بيهم، وبعدها جالهم اتصالات كتيرة من نفس المنطقة وكلها استغاثة بإن حصل انفجار في خيمة فرح، والخيمة ولعت بالكامل وفيها مئات النساء والأطفال. عربيات الإسعاف والشرطة اتحركوا بسرعة لمكان الحريق، وفي الطريق كانوا فاكرين إنه حريق عادي وهيقدروا يسيطروا عليه، لكن بمجرد ما وصلوا اكتشفوا إنهم فعلا قدام كارثة حقيقية. الشرطة لما وصلت لقت خيمة كبيرة واللي كانت مخصصة للنساء النار ماسكة فيها بالكامل، وصوت أطفال بيبكوا ونساء بيصرخوا من داخل الخيمة ورجالة بيحاولوا يخرجوهم. لكن فجأة الخيمة دي بتقع على النساء والأطفال اللي كانوا جواها وما لحقوش يخرجوا منها، في مشهد أقل وصف ليه إنه فعلا فيلم رعب. بس بعد ما قدرت عربيات المطافي إنها تطفي الحريق اكتشفوا إن اللي فات ده كان ولا حاجة قدام الرعب الحقيقي اللي هم شايفينه. جثث متفحمة ومش باين منها أي ملامح، ورجالة عمالين يدوروا على إخواتهم وبناتهم وزوجاتهم، وللأسف محدش كان قادر يتعرف على هوية أي حد، وكل اللي قدامهم جزم ولبس مرميين في كل حتة. حقيقي مشهد صعب جدا. ومن ضمن المشاهد اللي توجع القلب كانت جثة واحدة ست وهي حاضنة بنتها علشان تحميها من النار، بس للأسف ما قدرتش تحمي بنتها ولا نفسها من حادث هو الأبشع في الكويت. عربيات الإسعاف كانت رايحة جاية عمالة تشيل في الجثث، وكل ما يشيلوا جثة يلاقوا تحتها جثة تانية، ومع مرور الوقت أعداد الضحايا كانت عمالة تزيد ما بين جثث متفحمة ومصابين بيصرخوا من الألم وبين الحياة والموت. ده غير حالات إغماء كتيرة للي بيشوف زوجته وبناته وهم على الأرض ميتين، واللي بيشوف والدته وأخته قدامه وهم جثث. وصرحت الشرطة بإن عدد الضحايا وصل لأكتر من 57 ضحية، منهم ستات وأطفال. ده غير أكتر من 100 بني آدم مصاب بحروق شديدة لدرجة خلت الشرطة ما تقدرش تتعرف على هويتهم. الحادث وبشاعته كان حديث الشارع الكويتي كله، وده خلى الشرطة عايزة تعرف سبب الحريق ده وفي أسرع وقت ممكن. في البداية الشرطة عرفت إن الخيمة كانت معمولة من الستان، ودي مادة سريعة الاشتعال، وكانت مقفولة من 3 جوانب، وجانب واحد بس هو اللي مفتوح وكان قصاد بيت العروسة. ويمكن ده خلاهم يستنتجوا إن سبب الحريق ممكن يكون ماس كهربائي أو حريق حصل في البوفيه اللي موجود في الخيمة. بس من خلال فحص مكان الحادث الشرطة لقت إزازتين مرميين جنب الخيمة، ولما فحصوا اللي جواهم اكتشفوا إن الإزازتين كان فيهم بنزين. وهنا بدأ تفكير الشرطة يروح لاتجاه تاني. وفي نفس الوقت ده سواق تاكسي راح للشرطة وقال لهم إنه في يوم الحريق وصل واحدة ست لابسة نقاب لمكان الفرح، بس وهم في الطريق الست دي طلبت منه يقف عند بنزينة، ونزلت من العربية وملت إزازتين كانوا معاها بنزين، وبعدها ركبت ووصلها. واللي أكد على كلام السواق ده واحدة ست بتشتغل خادمة في بيت جنب الحريق. الست دي قالت للشرطة إنها قبل الحريق بشوية شافت ست منقبة وفي إيديها إزازتين، وطلبت منها تجيب لها جرايد وكبريت. يعني كده 2 شهود بيأكدوا على وجود الست المنقبة دي في مكان الحادث ومعاها إزازتين بنزين. بس هي مين الست دي؟ ده اللي الشرطة كانت بتحاول توصل له. الشرطة لما بدأت تحقق مع زايد العريس، واللي بالمناسبة ولحسن حظه هو وعروسته ما كانوش موجودين في الخيمة وقت الحريق، ولما سألوه انت شاكك في حد معين قال لهم انه مش مجرد شاكك بس،
ده متأكد إن اللي عمل كده هي نصرة زوجته الأولى وأم عياله. بس قبل ما نعرف هو قال كده ليه، خلونا نرجع لسنة 2003. شنو كم راشد؟ امي وينها؟ في السنة دي واللي هي 2003، زايد محمد واللي كان عنده وقتها 36 سنة اتجوز نصرة يوسف العنازي واللي كان عندها 17 سنة. وطبعا انتوا واخدين بالكوا ان فرق السن كبير بين زايد ونصرة، بس بالرغم من كده حياتهم في الأول كانت كويسة جدا. وبعد أول سنة نصرة خلفت بنت وسموها شقحة، وما يعديش بعدها وقت طويل ونصرة تخلف ولد ويسموه محمد. زايد كان على طول موجود بره البيت في شغله، وسايب نصرة تربي الأطفال وتهتم بيهم. بس مع مرور الوقت زايد بقى سايب كل المسؤولية على نصرة لوحدها، وما كانش مهتم بيها ولا بأطفاله. وده طبعا خلى نصرة تحس إن الحمل تقيل عليها، وإنه لازم يشاركها في تربية أطفالهم. وخصوصا إن الحمل ده زاد لما الأطفال كبروا وبدأ يبان عليهم مشاكل صحية. وهنا بدأت المصاريف تكتر على زايد، واهتمام نصرة بأطفالها زاد أكتر من الأول، لدرجة إن زايد بدأ يتهم نصرة بإنها مش مهتمية بيه زي الأول، وإن كل وقتها واهتمامها بالأطفال وبس. وواحدة واحدة بدأت المشاكل تزيد بينهم كل شوية. زايد وقتها راح لأهله حكى لهم اللي بيحصل، وساعتها أهله بدل ما يعقلوه اقترحوا عليه إنه يتجوز واحدة تانية علشان تهتم بيه. والظاهر كده إن الفكرة عجبت زايد، وبدأ فعلا يدور على عروسة. زايد وقتها ما خباش على نصرة وراح قال لها إنه هيتجوز. وطبعا نصرة اتخانقت معاه لأنها مش لاقية سبب يخليه يعمل كده، وحاولت تتكلم معاه أكتر من مرة علشان ترجعه عن قراره ده. لكن زايد كان خلاص أخد القرار ومش ناوي يرجع عنه. نصرة وقتها خدت عيالها وراحت عند بيت أهلها، وكل ده وزايد ولا هو هنا، ومصمم إنه هيتجوز. نصرة لما لقته مصمم على قراره ده طلبت منه الطلاق. وفي البداية كانت بتطلب منه ده على سبيل التهديد مش أكتر، لكن زايد قال لها لو عايزة تتطلقي أنا ما عنديش مانع. وبعد خناقات كتير بينهم زايد فعلا طلق نصرة وسابها في بيت أهلها. وبعد وقت بسيط زايد لقى العروسة الجديدة خلاص، وحددوا ميعاد الفرح واللي هيكون في يوم 15 أغسطس سنة 2009. إخوات زايد في الوقت ده بعتوا صورة العروسة الجديدة لنصرة علشان يضايقوها، وطبعا الحركة دي جرحتها جدا. وده لأنها طول الوقت كانت فاكرة إن زايد هيرجع عن قراره ده وهيرجعوا لبعض في الآخر. لكن خلاص بعد اللي حصل ده نصرة اتأكدت إن زايد هيتجوز، وساعتها كلمته وهددته إنها هتبوظ له الفرح ومش هتخليه يفرح هو وعروسته. زايد أخد الكلام ده على إن نصرة متضايقة وبتقول أي حاجة وخلاص، وما كانش يعرف إنها فعلا هتنفذ تهديدها. الشرطة بعد ما سمعت لأقوال زايد في التحقيقات وكمان أقوال سواق التاكسي والخادمة راحوا على طول لبيت أهل نصرة وقبضوا عليها. وعلى الرغم من إنهم كانوا متأكدين إن هي اللي عملت كده، إلا إنهم فضلوا يستجوبوها وعرضوا عليها أقوال الشهود لحد ما في النهاية انهارت واعترفت إنها فعلا اللي حرقت الخيمة. نصرة في اعترافاتها قالت إنها بعد ما عرفت إن زايد خلاص هيتجوز وعرفت بميعاد الفرح، قعدت تفكر إزاي تبوظ الفرح ده، ولقت إن أنسب حل إنها تعمل حريقة في الفرح علشان المعازيم تمشي والفرح يبوظ. وفعلا اشترت البنزين وراحت لمكان الفرح، ورشت البنزين على الخيمة من بره وولعت فيه بالكبريت. ولما لقت النار مسكت في الخيمة جريت بعيد عن الفرح، وساعتها سمعت صوت صراخ الناس وافتكرت إن خطتها نجحت والناس هربوا والفرح باظ. وما كانتش متخيلة إن الكارثة دي هتحصل وفي ناس كتير هتموت بسببها وبالمنظر ده. نصرة في التحقيقات قالت إنها ندمانة على اللي عملته، وإنها ما كانتش تقصد تأذي حد، وكل اللي كانت عايزاه إن الفرح يبوظ وخلاص. وقالت كمان إنها تستحق الموت لإنها مش أحسن من الناس اللي ماتوا ملهمش أي ذنب. وبعد ما انتهت التحقيقات نصرة اتحكم عليها بالإعدام، وفضلت محبوسة حوالي 7 سنين لحد ما بيجي يوم 25 يناير سنة 2017. نصرة في اليوم ده أخدوها ومعاها 6 أشخاص تانيين محكوم عليهم بالإعدام علشان ينفذوا الحكم. وعلى الساعة 8 وربع صباحا جه الدور على نصرة. نصرة لما سألوها على طلبها الأخير قالت لهم سامحوني، وبعدها تم تنفيذ حكم الإعدام على نصرة. الغضب أحيانا بيوصل الإنسان إنه ياخد قرارات بنسبة كبيرة نتائجها بتكون صعبة. ومع حالة نصرة دي الغيرة وإحساسها إنها اتظلمت
خلوها تاخد قرار غلط اتسبب في كارثة وراح بسببه أرواح ناس بريئة ملهمش أي ذنب. ربنا يرحم كل الضحايا اللي ماتوا ويصبر أهلهم. وفي النهاية، لو عجبتكم الحكاية ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان توصلكوا كل حكاياتنا أول بأول. وأشوفكم على خير في حكاية جديدة في حفظ الله ورعايته.